بكم. اليوم انا متواجده بمدينه كنزكان بالضبط حي الرمل. جينا عند واحد السيده هنايا اللي لقيناها مسكينه في واحد الحاله صعيبه بزاف، لقيناها في الفراش ناعسه، حالتها خطيره بزاف، خطيره لواحد الدرجه. انا اللحم ديالها بدا كيتفتت اللحم ديالها. علاش؟ بسبب الاهمال، ما عندهاش اللي يعاونها. الناس شويه ديال الانسانيه. كنطالب هاد الناس والمسؤولين يلتفتوا لهاد السيده هادي وما يخليوهاش بهاد الحاله. حنا اليوم جينا باش نطلعوا عليها ونعاونوها، باش ما قدرنا يعني بالمجهود ديالنا قدرنا اننا ندخلوا ليها ولو 5% من الفرحه. والجمعيه حتى هي كان ليها دور كبير اننا جينا باش نعاونوا هذه السيده ونخرجوها من هذه الحاله هذه، لان حالتها صعيبه بزاف. ونتمنى الميساج ديالي يوصل للمسؤولين ويلتفتوا التفاته لهاد الناس هادو اللي مرض. وهذه ماشي وحده او لا جوج، عندنا الالاف والالاف ديال الناس اللي مرضين وما كاينش اللي ساق لهم الخبر. دابا غادي ندخلوا باش تشوفوا الحاله ديال هاد السيده هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي ما بغاش تحلي الفيديو هذا. الله عليكم السلام بنتي، كي دايره؟ الله يحفظكم. هانتوما كما كتشوفوا السيده اللي دويت لكم عليها، السيده مسكينه في حاله صعيبه مريضه. كنتمناو المسؤولين يلتفتوا واحد الالتفات على هاد السيده هادي ويتعاونوا معاها. وهادشي اللي كاين هانتوما كتشوفوا بعينيكم، ساكنه في واحد الغرفه اللي ما فيهاش ادنى وسائل الراحه. وحاولنا اليوم اننا نجيبوا لها بعض الاشياء باش اننا نقدروا نعاونوها. جبنا لها ماطلا ميديكال باش انها تقدر تنعس، لان الجلد ديالها طايب بزاف. الجلد ديالها في واحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يشافيك، الله يكون معك يا ربي يا من الله يحفظكم. اللي كاينه في الدار هي هذه، ما كايناش تهويه نهائيا. الغرفه كلها مسدوده، ما فيها لا شرجم لا حتى حاجه، يعني ما فيهاش تهويه. وكما وريتكم ديجا راه لقينا الطابي ديالها اللي كتنعس فوق منه عامر بالوسخ، موسخ، فيه ريحه خايبه. وبالاضافه انه قديم من شحال هذه سنوات وهي كتنعس فوق منه. هانتوما كتشوفوا الحاله. هانتوما لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. باش تلقى انسانه في هذه الحاله هذه ما عندها ميم لي كوش، ما عندها اللي غادي دير، حيت هي راه ما كتنوضش للطواليت، هي راه ناعسه في الفراش. هادشي فريمون كيضر في الخاطر، والله العظيم كيضر هادشي في الخاطر. السيده اللحم ديالها تعفن بسبب الاهمال، ما كاينش اللي يعاونها، ما كاينش اللي يغسل ليها، ما كاينش اللي ينظفها، ما كاينش اللي يدير ليها الدواء، ما كاينش. بل الاكثر من ذلك مشات للوبيتال ولا اللي كيتسمى سبيطار الحومه. مشات للسبيطار الحومه ما قبلوهاش. علاش؟ حيت فيها ريحه، حيت ريحتها خانزه بهذا المفهوم، حيت ريحتها خانزه. هل يعقل؟ مشات للسبيطار ما قبلوهاش. حتى جينا دابا حنايا وغسلنا ليها الدار ديالها ونظفناها. اش من دار؟ غرفه صغيره، منها كوزينه، منها غرفه، منها كل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنى فريمون واحد الالتفاته كبيره لهاد الحالات هادو، حيت لا يعقل انك تشوف خوك المسلم كما بغى يكون تشوفوا في هاد الحاله هادي كيموت قدام عينيك وما تقدرش تعاونوا. ما يمكنش تقدر تعاونوا باي حاجه عندك، باي حاجه. السيده راه لقيناها كانت محتاجه ميم المانط، ما عندهاش مانطه، ما عندهاش الفراش، ما عندهاش المطله، ما عندهاش مواد تنظيف باش نظفوا ليها. ما لقيناش مواد تنظيف، ما لقينا عندها والو. ما لقينا السيده لقيناها في حاله. والاكثر من ذلك اللي ريحتها فاش يلا بغينا ندخلوا راه واحد الريحه ما يمكنش تحملها. الريحه الغرفه فيها واحد الريحه خانزه بزاف. كاين سميتو الحشرات، كاين السرق الزيت،
كاين سميتو الرتيله هابطه من الحيوط والغمول الغمال بواحد الطريقه ما يمكنش تستحملها، ما يمكنش. خرجنا لها داكشي ديالها كامل، لقينا معفن، لقينا الفراش معفن غامل، حالته حاله، ملصق بالوسخ وبالغمال وبواحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. فما بالو كيفاش غادي تكون هي صحتها، كيفاش غادي تكون صحتها ولو تكون صحيحه. شتي تكون صحيح وتجلس في ديك الحاله والله لا تبقى لا بقيتي صحيح. اللحم ديالها تعفن، اللحم ديالها مفرتت كيتفرتت، ناعسه في واحد البلاصه، ناعسه على واحد الجنب تتعفن ليها سميتو. لقينا لاكوش ما عرفت شحال من مده، ما عرفت شحال من نهار وهي في ديك لاكوش تلصقات كامله. يلا جبنا لي هاي ليكوش باش دوشاتو وغسلاتو، ودابا كتسواني باش ابخي عاد دير كوش جديده. حرام، عيب وعار، عيب هادشي راه عيب والله العظيم الا عيب. حنا في دوله اسلاميه وما نعاونوش بعضياتنا، ونشوفوا السيده كتموت في الدار ديالها ولا في الغرفه ديالها، كتموت نهار على نهار ما كاينش اللي يديها فيها. فين هما المسؤولين؟ سمحوا لي هادشي راه بزاف. هاد الحاله اللي كنشوف انا راه بزاف، وماشي غير هي اللي كاينين الاف والالاف ديال الحالات، اللي كيعيشوا بحال هاد المأساة هادي. نتمناو من القلوب الرحيمه تلتفت لهاد الناس ونتعاونوا معاهم. دير الخير ونساه.